حدثني عن الإرهاق النفسي، أحدثك عن الزواج الخطأ. حدثني عن استنزاف المشاعر، أحدثك عن الزواج الخطأ. حدثني عن الهم، عن الأرق، أحدثك عن الزواج الخطأ. حدثني عن الآهات والآلام والتفكير، أحدثك عن الزواج الخطأ. حدثني عن التفكير والشتات الذهني والعبوس، أحدثك عن الزواج الخطأ. المشكلة في هذا النوع من الزواج أن كثيرا من معاناته تستمر معك إلى آخر العمر، وربما توارثها الأولاد جيلا بعد جيل، فتفسد القلوب ويفسد معها النسل. المشكلة في هذا النوع من الزواج أنك لست الوحيد المتضرر منه، ولست الوحيدة المتضررة منه. يتضرر منه الأولاد، وربما الأب والأم وجزء من العائلة، الإخوان والأخوات. يعني دخول الشخص الخطأ في حياتك يعني بداية مرحلة صعبة. فمن أعظم الابتلاءات أن يرتبط أحد الزوجين بإنسان لا يقدر الحياة ولا يحمل قيم الاحترام مع الطرف الآخر. من البلاء أن يرتبط أحد الزوجين بشخص يفكر تفكير سطحي ليست له قيم ولا مبادئ ولا أهداف. أن يرتبط أحد الزوجين بشخص مهمل غير مبال بقداسة هذه الحياة. أن يرتبط أحد الزوجين بشخص لا يشاركك اهتماماتك بل يسخر منها. من البلاء أن يرتبط الإنسان بشخص لا يحس بمشاعرك ولا يشاركك لحظات السعادة أو لحظات الألم. يا ناس، الزواج ارتباط أرواح. الزواج مشروع جميل ورائع ومذهل، وانتقال إلى حياة الاستقرار والسكن والهدوء، شريطة أن يكون مع الإنسان الصحيح. لا ندعي المثالية ولا يخلو بيت من المشاكل، لكن عندما تتحول الحياة بأكملها إلى مشاكل، أن تكون ساعات ولحظات الاختلاف أكثر من ساعات ولحظات الوئام، هنا يكون الزواج قد فقد الغاية منه، وأصبحت العزوبية غاية. لذلك ما في مشكلة إلا ولها حل، وبإمكان أحد الزوجين يعني بينهما مشاكل أن يصححا المسار، ولا سيما إن وجدت بينهما ذرية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. القائل هو الله من يعلم حالي وحالك، يقول والصلح خير، خير لكما وللذرية، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اتقوا الله وأحسنا في عشرتكم ومعاملتكم، لا تلجأوا إلى الطلاق إلا بعد بذل كافة سبل الإصلاح وتعذر الحياة بينكما. يعني لن تجدي زوج كامل ولن تجد زوجة كاملة، والذي معك قد تكون خير من غيرها، والذي معك قد يكون خير من غيره. فاتقوا الله عز وجل وأصلحوا بينكم، أصلحوا بينكم، أصلحوا بينكم، ولا سيما إذا كانت بينكم ذرية.